الأخت فاطمة طارق زوجة الأخ حميد شباط المرشح للأمانة العامة لحزب الاستقلال. مرحبا بك. الله يبارك فيكم، شكرا. شنو هو التعليق ديالك اليوم وحنا في العهد العكسي لانطلاق انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال؟ الحمد لله أنه ماشي في واحد الطريق اللي هو مستقيم، وأنه إن شاء الله غادي ياخذ الأمانة العامة عن جدارة واستحقاق. يستاهلها. لأنه تيخدم وأنه بغى التغيير وعمره ما كان تيفكر في الأمانة العامة. حتى نطقوا الإخوان وقال لك بأن العائلة ديال عباس الفاسي قررت أنه يكون عبد الواحد الفاسي أمين عاما لحزب الاستقلال. حنا بغينا التغيير، حنا بغينا أن ماشي غادي يكون الحزب ديال واحد العائلة معينة، بغينا الحزب يكون ديال الاستقلاليين ككل. فحال يعني كي دابا ملي كندخلوا واحد المعركة كاين رابح وخاسر، فحال خسر الزوج ديالك شنو هو الشعور ديالك؟ رغم ان الزوج ديالي خسر، الحمد لله ناجح مع الاستقلاليين، ناجح مع الاخوان ديالو، واننا غنبقاو في حزب الاستقلال وغنستمروا وغنكونوا مع الاخوان جنبا لجنب وغنخدموا كالمعتاد. عمرنا ما غنتخلاو على حزب الاستقلال ولا غنقولوا ان ما نجحش غنخرجوا من حزب الاستقلال. حنا استقلاليين وغنبقاو استقلاليين حتى الابد. شكرا الاخت فاطمة.